بيبدأ فيلمنا في قلب المحيط وسط زعابيب ورعد والدنيا مقلوبة، وساعتها بنشوف بطلتنا عالمة الآثار المتهورة سارة لافرو وهي تحت المية بقلب ميت عشان تطلع مخطوطة قديمة من معبد أثري غرقان من آلاف السنين. وتحت المية بتواجه سارة المخاطر لحد ما بتوصل للمعبد القديم وجواه بتلاقي المخطوطة، وبتطلع سارة لفوق بسرعة عشان تلحق نفسها قبل ما اسطوانة الأكسجين ما تخلص. لكن اللي محدش كان متوقعه إن رذاذ دهب غريب بيخرج من الباب وبينتشر في المية وبينهار المعبد، بس سارة بتقدر تخلع في السريع. وبعدها بنروح لسطح المركب وبنلاقي فريقها مستنيينها على أعصابهم، ولما بتطلع بينبهروا باللي جابته من تحت، وفي الإنجاز بيتحركوا بالمركب وبيسيبوا المكان. وعلى الناحية التانية بنشوف راجل شرير وغامض اسمه جاك بيراقب سارة من على مركب تانية وعينه على المخطوطة وعايزها بأي تمن. وبنعرف بعدها ان الراجل اللي معاه ده كان مجرد دليل دله على مكان سارة، وبيكلبشوا جاك في شنطة تقيلة وبيؤمر رجالته يرموه في البحر من غير تفاهم، وشكل جاك ده مش هيجيبها البر خالص. وبعدها بنروح لشيكاغو وتحديدا في موقع بناء شغال فيه بطلنا الغلبان تاد، وبنعرف ان تاد ساعد سارة زمان في انقاذ ابوها من المجرمين ونفسه يبقى مستكشف بجد، وبيدرس علم الاثار وهو شغال بالمونة والاسمنت عشان يوصل لحلمه ويبقى زي سارة. لكن للاسف زمايله في الشغل بيستلموه تريقة ليل نهار ومحدش مصدق انه يعرف العالمة سارة. الناس دي ما بتقدرش المواهب المدفونة يا جماعة. المهم فجأة بتيجي مكالمة لتاد والكل بيتفاجئ ان اللي بيتكلمه هي سارة شخصيا، وبتعزمه يحضر معرضها الجديد في لاس فيجاس. ومن كتر الفرحة والارتباك بتقع الهدية اللي تاد كان محضرها عشان يديها لسارة، وبيجري يلحقها وبيوقع السقالات وبيتعلق في الحبال وبيتزحلق على المواسير، ولسوء الحظ بيوقع خرسانة اسمنتية فوق دماغ المدير بالغلط. وساعتها المدير بيتعصب جدا وبيقول له انت مطرود بره الموقع يا جدع انت. وبعدها بيرجع تاد للبيت وهو بيجهز نفسه للحفلة، وفجأة بيسمع خبط على الباب، واول ما بيفتح بيتفاجئ بالموميا في وشه. وبنعرف وقتها ان الموميا ده كان حارس لمدينة أثرية قديمة اسمها بايتيتي، وانه اتعرف على تاد وسارة في مغامرة قديمة وطلعهم من زنقة وبقوا أصحاب. لكن للأسف الموميا اتنفى من مدينته بسببهم لأنه خالف الأوامر وبقاله فترة بيدور على تاد عشان يعيش معاه. وأول ما الموميا بيلمح دعوة سارة بيحلف 100 يمين انه يسافر مع تاد للاس فيجاس. الموميا ده شكله لازقة بغيرها ومش هيجيبها البر. المهم في الإنجاز بياخد تاد معاه كلبه جاف والموميا اللازقة وبينطلقوا بالعربية زوبة. وفي الطريق الموميا بيشوف الهدية اللي تاد جايبها عشان يديها لسارة، فبينسحب من لسانه وبيقول له الصراحة ان سارة دي جامدة طحن وانت مش من مستواها يا نجم. وبسبب الكلام ده تاد بيتضايق وبيتعصب لدرجة انه كان هيتقلب بالعربية، لا كله اللزوبة. المهم بيوصلوا اخيرا للاس فيجاس، وقدام الفندق اللي فيه معرض سارة تاد بيطلب من صاحب الموميا يخلع من الحوار ويفضل مستخبي في العربية. وبيقابل تاد مساعدة سارة اسمها تيفاني اللي جت تستقبله بنفسها. شم ريحة شياط من ناحية تيفاني دي هتلبسنا كلنا في حيط. المهم جوه الفندق الكلب جاف بيلمح طائر سارة الغاضب بيليزوني وبيجري عليه عشان يرحب بيه على طريقته. وفي نفس اللحظة سارة بتلمح تاد وبتجري عليه وبتحضنه وبتاخده علشان توريله اللفافة اللي جابتها من المحيط، وبتقوله ان دي بردية الملك ميداس شخصيا. وبنعرف ان سارة عايزة تترجم الرسالة دي عشان تلاقي قلادة ميداس الأسطورية اللي بتحول أي حاجة لذهب. وبره الفندق بنشوف الموميا اللي بيستكشف العربية براحته، وفجأة بيلمح عازف جيتار بيعزف ويغني في أمان الله، وبيجري عشان سمع العزف. لكن الراجل أول ما بيشوفه بيترعب وبيرمي الجيتار ويفلق. وبعد كده بنروح لتاد اللي بيفتكر الهدية، وقبل ما ينطق ويعترف لسارة بمشاعره الموميا بيطب عليهم وبيقطع اللحظة الرومانسية دي. والغريب انه لابس هدوم العازف اللي شفناه من شوية. وساعتها تاد بيجيب اخره وبيتمنى لسارة التوفيق وبيشيل الموميا ويخلع بيه بعيد. وبعد شوية بتوصل للفندق عربية بينزل منها طاقم جرسونات شكلهم ما يطمنش خالص، وبنشوف اوديت محشورة وسطهم، ودي بقى مساعدة الشرير جاك، وست شخصيتها قوية وما بتتفهمش، والموضوع شكله فيه انه ناويين يعملوا مصيبة. المهم بيرجع تاد للحفلة متشيك ولابس بدلته المفضلة، بس للأسف محدش معبره ولا واخد باله منه، وده ببساطة عشان لون بدلته طالع شبه طقم الويترز بالظبط، فالكل بيفتكره شغال معاهم. وبعد كده بتطلع سارة على المسرح عشان تقدم البردية للجمهور وبتشرح لهم ان أسطورة الملك ميداس حقيقية، وانه كان بيحول اي حاجة يلمسها لذهب وهو لابس القلادة. ومرة بنت الملك حضنته وهو لابس القلادة وتحولت لتمثال ذهب، عشان كده قرر يتخلص من القلادة دي وقسمها ل3 قطع، وحط كل قطعة في معبد مختلف
حول العالم عشان يحمي البشرية من قوتها المدمرة، وبيحمي القطع دي بتعويذة سحرية. وفي نفس الوقت بنشوف أوديت بتلعب من تحت الترابيزة وبتوزع قنابل دخان في السر على طاقم الويترز المزيف، وبالصدفة البحتة بتدي لتاد قنبلة معاهم عشان لابس نفس الطقم بالملي. وفجأة القنابل بتنفجر والقاعة كلها بتتملي دخان أحمر، وساعتها بلطجية الشرير جاك بيعملوا كماشة على سارة وبياخدوا البردية، لكن الطائر المخلص بيلزوني بيطير وبيخطفها منهم وبتبدأ المطاردة. وتاد وكلبه جيف بينطوا في الزحمة والبردية بتطير من إيد لإيد، وعلى آخر لحظة هليكوبتر بتظهر وبينزل منها جاك، وبينزل من سقف القاعة وبيخطف البردية بسرعة وبيشيل سارة هيلا بيلا وبيفلقوا في الإنجاز. وبيحاول تاد ينقذ حبيبة القلب، لكن جاك بيديله وبيوقعه في الأرض. وقبل ما سارة تختفي بترمي لتاد نوتة صغيرة كانت معاها عشان توصله للخيط الجديد. وبعد شوية الموميا بيفوق تاد من الصدمة، وساعتها تيفاني بتقوله انجز يا عمنا، لازم تتصرف وننقذ سارة قبل ما يوصلوا للكنز. والمفكرة دي مش مجرد ورق، دي فيها كل الأبحاث والخرائط السرية اللي بتوصل لأماكن قطع قلادة الملك ميدس. لكن يا فرحة ما تمت، تاد وتيفاني مش بيفهموا ولا كلمة من اللي مكتوبة لأن الكلام مكتوب برموز قديمة، فبيدخلوا على النت علشان يترجموها، بس الموضوع بيطلع فنكوش ولا الهوا. وفي اللحظة دي بيقرب الموميا بفضوله، بيمسك النوتة وبيبدأ يقرأ اللي مكتوب فيها زي اللبلب. وبنكتشف إن الرموز اللي مكتوبة في المفكرة هي لغة الإنكا القديمة، ودي تبقى لغة الموميا الأم. وفجأة الموميا ملامحه بتتغير وبيقول لتاد إن أول قطعة من قلادة الملك ميدس مستخبية في أسبانيا، وتحديدا في مدينة جرناطة تحت قصر الحمراء. أخيرا الموميا اللازقة ده طلع منه منفعة، وكنا ظالمينه وفاكرينه عايش في مية البطيخ. المهم رغم إن المشوار بعيد والمخاطر كتير، لكن تاد بيقرر إنه يسافر فورا ومستعد للمغامرة عشان خاطر عيون الأمورة سارة. وبعد شوية بنروح لجوه طيارة الشرير جاك، والجو هناك مكهرب بزيادة، وبنشوف سارة متكتفة وبيقرب منها جاك ببرود وهو ماسك اللفافة اللي سارقها، وبيضغط عليها بكل الطرق عشان تترجم الرموز عشان يعرف أماكن القطع القلادة الثلاثة. وبيقول لها انطقي يا سارة، قولي لي القطعة الأولى فين بدل ما أخلي رحلتك دي من غير عودة. لكن سارة بتمسك في مبادئها وبترفض تنطق حرف، وبيفقد جاك أعصابه وبيطلع مسدس غريب بيضرب مصل الحقيقة عشان يخليها تكر كل اللي عندها غصب عنها. وبمجرد ما بيضربها بالمصل سارة بتفقد السيطرة على لسانها، ولما بيسألها تاني بتعترف إن الخريطة مع تاد. ولسوء الحظ الجرعة الزيادة بتخليها تفقد الوعي وتتكفي على وشها، وبيؤمر جاك رجالته يروحوا يجيبوا تاد من قفاه فورا. وبعدها بنروح لأسبانيا وبنشوف تاد والموميا وتيفاني جوه الطيارة والجو كله حماس. وأول ما بينزلوا بياخدوا توك توك عشان يطلعوا بيه على مدينة جرناطة وتحديدا قصر الحمراء. وعلشان الدنيا تمشي الموميا بيعمل فيها مزة وبيتنكر في شكل ست، ووقتها سواق التوك توك بيتثبت في ثانية وبيوافق يوديهم أي مكان هم عايزينه. وفجأة بيظهر بلطجية جاك وراهم وبتبدأ مطاردة دمار بالموتوسيكلات. وساعتها سواق التوك توك بيطلع برنس ومعلم وبيخمس وبيلف وبيزوغ من الرجالة في الشوارع الضيقة. وفي وسط الأكشن البلطجية بيضربوا إبر مخدية على تاد واللي معاه عشان يوقعوهم، بس الإبرة بتيجي في الكلب الجافي الغلبان وبينام في سابع نومة. وبحركة ذكية تاد وتيفاني بيوطوا بسرعة، وده اللي بيخلي البلطجية يضربوا بعض بالإبر بالغلط. لكن لسوء الحظ في إبرة بتصيب السواق وبيغمى عليه وهو سايق، وبيمسك تاد الدركسيون بنفسه. وبعد شوية مرمطة وحركات أكشن تاد والموميا بيكعبلوا البلطجية اللي فاضلين، وبمساعدة الطائر بيليزوني بيخلوهم يلبسوا في الحيط بجد ويخلصوا منهم. وبيوصلوا أخيرا لقصر الحمراء وبينزلوا من التوك توك وبيسيبوا السواق نايم ولا حاسس بالدنيا. عداك العيب يا اسطى، كم من نومك انت واحنا هنشوف شغلنا. وفي ساحة القصر بيوصل تاد للنافورة المرسومة في المفكرة، وساعتها تاد وتيفاني بيلفوا رؤوس التماثيل في وقت واحد زي ما هو مكتوب في المفكرة. وفجأة بتشتغل النافورة وبتنزل المية من بق التماثيل، وبيظهر فجأة سلم مخفي بيودي لباطن الأرض. وبينزل تاد وتيفاني والموميا وبيسيبوا الكلب والطائر فوق. وأول ما بينزلوا مدخل النافورة بيقفل وراهم وبيرجع لطبيعته، وبيلاقوا نفسهم تحت في ممرات كتير بتودي لكذا ممر. وفجأة بتظهر الفيران في المكان فبتترعب تيفاني، لكن الموميا بيتدخل وبيمسك فار منهم، وبنعرف انه بيفهم لغة الفيران وبيبدأ يكلم الفار وكأنه بيسأله عن الطريق. ووقتها تاد وتيفاني بيفتكروا بيهزر لحد ما الفار بيتحرك فعلا وبيمشي قدامهم. وفي نفس الوقت بتوصل رجالة جاك وبيمسكوا الكلب جاف والطائر البيليزوني عند النافورة وبيسألوهم عن مكان أصحابهم، لكن الكلب والطائر بيمثلوا انهم ميتين عشان يخلعوا من الحوار. وبنرجع تاني لتاد والموميا وتيفاني وهم بيجروا ورا الفار جوه اللفق، وفجأة بيتزحلقوا جوه ممر طويل لتحت خالص، وفي النهاية بيهبطوا بسلام جوه المعبد قدام تمثال ضخم وتحته نافورة، وجوه المية
وبيلاقوا القطعة الأولى من قلادة ميداس. وبمجرد ما تيفاني بتمسك القطعة وتطلعها، باب الخروج بيقفل بعنف والمية بتغرق المعبد بسرعة جدا، وعلشان كده تاد ما بيقفش يتفرج وبيغطس في المية عشان يدور على مصرف يهرب منه المية. وفعلا بيلاقي الفتحة بس ما بيقدرش يفتحها لوحده، وبينادي على تيفاني وبيضغطوا سوا بكل قوتهم، وساعتها المية بتطيرهم وبيخرجوا من بلاعة في الشارع بسلام. وفي اللحظة دي بيلاقوا الشرير جاك وصل للقصر وماسك سارة كرهينة، وبيطلب من تاد يسلموا قطعة القلادة والمفكرة فورا من غير تفاهم. بس تيفاني بتبقى عايزة تحتفظ بالحاجة عشان دي أول مغامرة ناجحة ليها ونفسها تتشهر، لكن تاد بيقرر يسلم القطعة عشان ينقذ سارة لأن دي أهم من أي كنز. وبياخد جاك القطعة والمفكرة وبيسلم سارة والكلب والطائر، وبياخد جاك ديله في أسنانه وبيطير. وبنكتشف وقتها إن تاد طلع ناصح وقطع شوية صفحات مهمة من المفكرة، وده معناه إنهم يقدروا يلاقوا باقي أجزاء القلادة. وبتقول له سارة إن القطعة التانية موجودة في منطقة طروادة في تركيا. وبعد كده سواق التوك توك بياخدهم عشان يوصلهم المينا، والغريب إن السواق ده واقع لشوشته في حب الموميا وفاكرها ست فاتنة، وبيديها صينية بسبوسة كهدية رومانسية علشان يودعها. وبيحتفظ الموميا بالصينية يمكن تنفعنا بعدين. وهما مستنيين على المينا، سارة بتحاول تفتح قلبها لتاد وبتقوله اللي حسيته وهو بعيد، لكن للأسف اللحظة بتتقطع كالعادة، وبيوصل شخص يقول لهم إن المركب جاهز. وبيسافروا طول الليل عشان يوصلوا لمدينة طروادة. وفي نص الليل سارة بتكون متوترة جدا ومشاعرها متلخبطة، وبتخرج تتكلم مع الموميا. وبرغم شكل الموميا الكوميدي إلا إنه بيديها نصيحة من ذهب، وبيقول لها تبطل تفكير كتير وتاخد خطوة حقيقية للشيء اللي قلبها بيتمناه. وساعتها سارة بتفهم الرسالة وبتعزم النية إنها تعترف لتاد بمشاعرها. وفي نفس اللحظة دي تاد بيوري تيفاني قلادة كان جايبها هدية لسارة، وده بيخلي تيفاني تغير شوية من سارة اللي واخدة كل حاجة حلوة في حياتها، فبتطلب من تاد يلبسها القلادة عشان بس تشوف شكلها عليها. وفي أسوأ لحظة ممكنة سارة بتشوف المنظر ده من بعيد وبتفهم الموضوع غلط تماما، وبتفتكر إن تاد بيميل لتيفاني. وتاني يوم الصبح بيوصلوا لتركيا، لكن بنشوف سارة محبطة ومش بتتكلم مع حد، وده بسبب اللي شافته الليلة اللي فاتت. وبيوصل جاك ورجالته هما كمان عشان يدوروا على باقي القلادة، وعشان الليل بيقرب بيقرروا يتقسموا فريقين. وبنشوف تاد والموميا في طريق وسارة وتيفاني في طريق تاني. وفي السكة تاد بيحكي للموميا عن تغيير سارة معاه، لكن الموميا بيشجعه انه يعترف بمشاعره بسرعة، وبيقوله انه مش محتاج يكون بطل مشهور عشان يثبت حبه، وبيطمنه انه مشاعره الصادقة كفاية. وفجأة تاد بيلمح رجالة جاك بيفتشوا في معبد، اكتشف ان ده المعبد اللي بيدوروا عليه. وساعتها الموميا بيفضل بره يراقب، وتاد بيدخل المعبد وبيلاقي القطعة التانية قدام تمثال ضخم، لكن مجرد ما بيمسكها الفخ بيشتغل ورذاذ دهب لامع بيبدأ ينتشر في المكان كله. وتاد بياخد ديله في اسنانه وبيطير لبره المعبد في آخر لحظة. ولما تاد بيطلع بره وبيتجمع رذاذ الدهب وبيلمع على قمة جبل شبه رمز الملك ميداس. وفي اللحظة دي بتوصل سارة وتيفاني وبيوريهم تاد القطعة التانية والجبل اللي اكتشفه. وبنعرف وقتها ان الملك ميداس بنى معبد جديد للإله أبولو عشان يتوب وينقذ بنته اللي اتحولت لدهب بالغلط. وفي اللحظة دي تاد وتيفاني بيكونوا طايرين من الفرحة، لكن سارة بتفاجئهم برأي تاني خالص، وبتقترح انهم يدمروا القطعة التانية وما يدوروش على التالتة عشان لو جاك خد القلادة هيدمر الدنيا بشره. لكن تيفاني بتدخل فيها شمال وبترفض الفكرة عشان هي عايزة المجد والترند ومش مستعدة تضيع تعبها على الفاضي. ورغم ان تاد بيوافق سارة على كلامها، لكن قبل ما يدمروا القطعة تيفاني بتخطفها وتخلع بالعربية. مش قلتلكم اني مش مرتاحة لها من البداية؟ المهم في الوقت ده سارة بتقرر تروح لوحدها عشان تلاقي القطعة التالتة وتدمرها قبل ما جاك يوصل لها، وبترفض مساعدة تاد. وبيرجع تاد للموميا اللي بيأنبه على غبائه وتضييعه للفرص في الرومانسية، لكن بيشجعه بيقوله انه سافر العالم كله عشان الحب، وان سارة محتاجاه دلوقتي اكتر من اي وقت. وفعلا بيطلعوا وراها على معبد أبولو، وبعد رحلة شاقة في جبال التلج بتقدر توصل للمعبد، لكن الصدمة ان جاك وتيفاني والبلطجية بيوصلوا في نفس الوقت. وبيوصل تاد وبيدخل علشان ينقذ الموقف، بس للأسف بيتعمل عليهم كماشة وبيتقبض عليه هو كمان. وجوه المعبد بيلاقوا تمثال ضخم لأبولو وتحته تابوت، وبمجرد ما جاك بيحط القطعة التانية التابوت بيفتح، وبنكتشف ان جواه جثة لابسة قلادة ميداس. وبيطلب جاك من تاد يجيب القطعة التالتة وهو مضحي بيه، وفعلا بيجيب تاد القطعة التالتة وبيلبسها لجاك مع القطعتين الأولى والتانية. وفجأة بياخد جاك قوة اللمسة الذهبية، وأول ما بيلمس تمثال بيحوله لذهب في لمح البصر، وبيقلب على تيفاني زي ما عمل مع الراجل اللي شفناه على المركب في البداية. فبتتعصب تيفاني وبتسحب رشاش من واحد من رجالة جاك وبتضرب عليه نار، لكن الرصاص بيتحول لذهب بمجرد ما بيلمس جاك وبيقع على الأرض.
وبسبب كده جاك بيتعصب وبيقرر يخلص على تاد وسارة، وبيستخبوا منه وهو بيمشي يحول أي حاجة قدامه لدهب. وفي اللحظة دي بيمسك تاد الطبق الفضية من الموميا وبيستخدمه كدرع يحمي بيه نفسه، وعلى الناحية التانية الموميا بتشغل جاك فبيتعصب وبيحول عمود ضخم لدهب. ولما العمود بيقع تيفاني بتكون هتقع معاه، بس سارة بتنط وبتنقذها برغم غدرها. وساعتها تاد بيجيب آخره وبيغضب وبيصد كل ضربات جاك بالصينية، وبيديله ضربة بتطير القلادة من رقبته، لكن جاك بيرد الضربة لتاد وبياخد القلادة يلبسها تاني، وبيرمي تاد على الأرض وبيروح عشان يحول سارة لدهب. وفي آخر لحظة تاد بيلحقه وبيغير اتجاه ضربته، فبتيجي في سقف المعبد اللي بينهار وبتقع صخرة ضخمة فوق جاك وبتفرتكه وتخلصنا منه للأبد. وبسرعة تاد بيجري على سارة، بس للأسف جاك كان لمسها وجسمها بدأ يتحول لدهب. وقبل ما تتحول سارة كلها لدهب بتعترف لتاد بحبها وبأحلى أيام عاشتها معاه. وبيحاول تاد يرفع الصخرة عن جاك عشان يكسر القلادة، لكن للأسف بيكون فات الأوان وسارة بتتحول لتمثال دهب كامل. ووقتها الموميا بيترجاه يهرب قبل ما المعبد يتهد، لكن تاد بيرفض يمشي ويسيب سارة وبيلبسها الهدية اللي جابها لها عشان يموت جنبها. لكن اللي محدش توقعه إن حب تاد الصادق وتضحيته بنفسه عشانها بيبهر الآلهة وبيكون هو الحل للغز. وفجأة الدهب بيبدأ يتلاشى من عليها وسارة بترجع للحياة من تاني في مشهد يخطف القلب. وبعدها بنروح لبيت تاد وبنشوفه عامل حفلة ضخمة وعازم فيها سارة وكل حبايبه. وقبل ما أي حد يقطع اللحظة دي بيعترفوا لبعض بحبهم وبيطلعوا رسميا أحلى قابل في القصة. وصحيح هم خسروا قلادة ميداس اللي كانت هتخليهم مريشين وبيلعبوا بالفلوس لعب، لكن الأهم إنهم كسبوا الحب الحقيقي اللي مفيش أي كنز في الدنيا يعوضه. وبكده بتخلص حكايتنا النهاردة، بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش. وعلشان تعيش معانا مغامرات جديدة اشترك في قناة موفي تونز وفعل الجرس حالا، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. والسلام.